الغريب إن شوقي فضل مستني الشرطة اللي وصلت بعد نص ساعة لمكان الواقعة وقبضوا عليه. بس قبل ما أكمل، تفتكروا هو خلص على مين؟ وهنا هطلب منكم توقفوا الفيديو وتكتبوا تخمين، وأكيد تخمينكم يا إما هاجر أخته أو مرزوق عشقها أو رضا طليق أخته. والإجابة إن مفيش ولا واحد منهم كان هو الضحية، لأن المجني عليه كان جوز عمته الحاج شامل. قضية غريبة والأحداث فيها مفيش بينها أي ربط، وكأنها فعلا 3 قضايا منفصلة مفيش فيها تفصيلة مرتبطة بالتانية. هاجر عايزة تسم أهل جوزها، وجوزها عقيم وعرف بالصدفة، ورمت الطفل وهربت مع عم جوزها اللي هو عشقها وأبو الطفل الحقيقي. وشوقي الراجل الوحيد اللي كان بيعطف عليه واللي ما كانش ليه ذنب في أي حاجة حصلت. نرجع للتحقيقات اللي اعترافات شوقي فيها كانت أغرب من فعلته، ومن اللحظة دي خليك جاهز لأن التفاصيل اللي هتسمعها أكيد هتصدمك. شوقي قال إنه يوم التلات راح بيت الحاج شامل على الساعة 8 الصبح، وقابل ليلى بنت عمته طالعة من البيت وراحة على شغلها. فسألها مين اللي في البيت دلوقتي، قالت له مفيش غير بابا ونايم جوه. طبعا لأنه مش غريب سابته يدخل وراحت على شغلها، وفعلا دخل ولقى الحاج شامل نايم، فطلع سكينة كانت معاه وطعنه 3 مرات في وشه ورقبته وصدره. والحاج شامل اتوفى في لحظتها بدون ما يقاوم أو حتى يعرف السبب. وللأسف دي ما كانتش النهاية، ولا شوقي استكفى باللي عمله، لأنه فضل يتعرض 6 مرات كمان غير أول 3 مرات، رغم إن المرة بس اللي في رقبته كانت كفيلة بإنهاء حياته. وجي قعد معانا وسهر معانا وجهز الزيارة مع عمته، ومشي الساعة 11 الا ربع من عندنا. يعني بين الجريمة وبين ما روح نام مفيش 3-4 ساعات. وعاجز عايش على مرتب الحكومة ياخد له بتاع 2000 جنيه ما يسوش الواحد مية، وراضي وعايش في عيشته زي ما انت ما شايف. ادي عيشة عمك شامل اهي. امرنا ما عايزينها مخلوق في البلد دي. انا عايز حق اخويا. شوقي ما خرجش للشارع بعد فعلته، ده طلع لوالدة الحاج شامل وفضل يخبط عليها. تخيل ان ام صاحيه من النوم وقدامها واحد ماسك سكينه وهدومه غرقانه وبيقول لها انا قتلت ابنك والدم اللي عليا ده يبقى دمه. ونزل الشارع وولع سيجاره وفضل منتظر الشرطه ويتم القبض عليه ويبدا التحقيق معاه، ويقول ان الدافع هو انتقام لشرفه لان الحاج شامل شوه سمعه اخته. وطبعا كلامه ما كانش حقيقي والكل نفى كلامه، والحاج شامل اتوفى بدون اي ذنب. ولو فرضنا ان الكلام ده حقيقي، ازاي كنت سهران ومتعشي معاهم بالليل؟ واكيد ما اكتشفتش الحقيقه دي وانت مروح للبيت او وانت نايم، لان ما عداش ما بين مغادرته ورجوعه الساعه 8 الصبح غير 9 ساعات. ويتم تشييع جنازة الحاج شامل في مشهد مهيب، ويكون دليل قد ايه الراجل ده فعلا كان محبوب ومحترم.